أحبائي في الله، أحبائي في الإنسانية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ويسعدني أن ألتقي مع حضراتكم أينما كنتم وحينما تواصلتم معنا. حلقة جديدة من برنامجكم رؤية شخصية. الحلقة النهاردة يا حضرات هتتكون من 3 أجزاء. كل جزء هنتكلم فيه عن أحد الأخطاء في المسميات. خطأ في مسمى طبي شهير، وخطأ آخر في مسمى دولة، وخطأ ثالث في استخدام مسمى وظيفي. أما عن الخطأ في مسمى الدولة فهو الحقيقة خطأ في مسمى اسم مصرنا الحبيبة. فإذا بصينا إلى جميع خرائط العالم بل وجميع المحافل السياحية مثلا، هتجد دايما ان اسم مصر بيتكتب باللغة الإنجليزية ايجيبت. الحقيقة مفروض ان هو يتكتب باسم مصر MISER مصر، وهو النطق الصحيح الطبيعي لاسم البلاد. إذا دخلت حضرتك على محرك جوجل مثلا كمثال، هتجد ان الترجمة بتاعت كلمة مصر هتجدها زي ما بقول لحضراتكم وزي ما كلنا عارفين ايجيبت. وكلمة ايجيبت يا حضرات هو اسم مشتق من ايجيبتوس، وهو اسم مدينة منفيس الفرعونية القديمة، وهو يعني بيت روح الإله بتاح. ولا أعتقد الحقيقة أن هذا الاسم يناسبنا الآن. زي ما قلت لحضراتكم، لما هتبص على اسم مصر باللغة الإنجليزية هتلاقيه ايجيبت. وإذا بحثت عن اسم جمهورية مصر العربية هتجد أن الترجمة هي Arab Republic of Egypt. وده الحقيقة خطأ يجب تصحيحه، لأن اسم مصر بالإنجليزية يجب أن يكون مصر زي نطقها بالعربي، يبقى بالإنجليزي MISER مصر. واسم جمهورية مصر العربية بالإنجليزية يجب أن يكون Arab Republic of مصر. وهو الحقيقة يعني خطأ يتعلق بالهوية المصرية، والحقيقة رؤيتي الشخصية أنه هو يجب تصحيحه من وجهة نظري المتواضعة. ولا حضراتكم مش معايا؟ كلمة مصر يا حضرات باللغة العربية بتعني الحصن أو البلد الممتد. وكرؤية شخصية ألا توافقني عزيزي أنه مطلوب تعميم اسم مصر في جميع المحافل الدولية الحقيقة وعلى جميع خرائط العالم، ليكون مصر MISER باللغة الإنجليزية بمسماها الحقيقي الآن. لذلك يجب أن نفخر باسم مصر باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية بل وبجميع لغات العالم الأخرى. أما بقى عن المسمى الطبي الخاطئ، والحقيقة خطأ فادح، فهو استخدام تعبير الحيوانات المنوية الذكرية، ولا حياء في الدين ولا حياء في العلم، وهي أصل نشأة الإنسان. وهذا يعني ببساطة إن إحنا الحقيقة بنقول ربما عن غير قصد بأن أصل الإنسان حيوان. ده احنا يعني كده بنتماشى مع نظرية داروين الخاطئة واللي بتقول ان اصل الانسان حيوان. ربنا يا حضرات رفع قدر الانسان وكرمه وجعله افضل خلقه في احسن صورة ما شاء ركبه. الكلمة في معناها الحقيقة الصحيح هي النطف المنوية الذكرية او الذكورية، او الخلايا التناسلية
الذكرية. أما إطلاق اسم الحيوانات المنوية عليها فهو الحقيقة خاطئ وسيء جدا، ويجب تغييره في كل كتب الأحياء والدراسات الطبية. الحقيقة إن الحيوانات المنوية بتبقى موجودة في الفقاريات العليا وخاصة الثدييات. عشان كده يجب الفصل بين الإنسان وباقي الحيوانات الفقارية والثديية، لأن الحقيقة الإنسان مرتبة أعلى من الحيوانات، ونشأته بدأت منفصلة بخلق سيدنا آدم عليه السلام. هذا يعني أنه يجب الفصل بين نشأة الإنسان ونشأة الحيوانات بالطبع. فأصل الإنسان يا حضرات هو سلالة من ظهر آدم عليه السلام، حيث بدأ النسل الإنساني بآدم وحواء زي ما كلنا عارفين. أما الحيوانات فقد نشأت من سلالات مختلفة غير آدمية. عشان كده يجب التفريق بين الخلايا المنوية الذكرية للإنسان والخلايا المنوية الذكورية للحيوانات. فلا يصح أن يقال الحيوانات المنوية الذكورية للرجال أي للإنسان. طبعا ده تعبير خاطئ، وعلينا أن نقول أو نستخدم لفظ النطف المنوية الذكورية استرشادا بالقرآن الكريم. تعالوا مع بعض نشوف بعض الآيات اللي ذكر فيها كلمة نطفة. سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ومن سورة الكهف: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وفي سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. صدق الله العظيم. وفي سورة المؤمنون: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهكذا هناك الحقيقة العديد من الآيات في كثير من السور التي تكرر كلمة نطفة، وهي الكلمة الصحيحة أو المسمى الصحيح للخلايا التناسلية الذكرية. عشان كده الحقيقة ومن رؤيتي الشخصية يجب تغيير هذا المسمى في جميع المحافل الطبية وجميع الكتب وكل المصطلحات اللي يتم استخدامها بهذا اللفظ يجب الحقيقة تغييرها من الحيوانات المنوية إلى النطف المنوية الذكرية. وده الحقيقة المسمى الصحيح والدقيق اللي ما فيهوش الحقيقة أي يعني الحقيقة خلط في المعاني. أما حضرات المسمى الثالث الخاطئ فهو الحقيقة استخدام خاطئ لمسمى وظيفي. فكلمة انجينير يا حضرات تعني مهندس الميكانيك أو مهندس الكهرباء فقط، وزي ما احنا عارفين الاثنين وجهان لعملة واحدة، فلا توجد هندسة ميكانيكية بدون كهرباء ولا كهرباء بدون هندسة ميكانيكية. أما الحقيقة الهندسة المدنية فالحقيقة المسمى الصحيح ليها اللي هو سيفيلير، اللي هو رجل أو ما صح اللي هو الإيه ما يقال عنه المهندس المدني. الهندسة المعمارية ومسماها الحقيقة فعلا اللي هو اركتيكر، لأن اركتيك اللي هو الفن المعماري، اركتيكر هو المهندس المعماري. ولو الحقيقة دخلت على جوجل وحطيت كلمة انجينير هيديك الترجمة مهندس. والحقيقة الصحيح ان كلمة انجينير هي مهندس الميكانيك او الكهرباء، لانها مشتقة من كلمة انجن، وانجن يعني محرك، وانجينير هو من يصمم ويحرك المحرك. واي محرك حضرات
لازم له مهندس ميكانيك ومهندس الحقيقة كهرباء فقط. وزي ما قلت لحضراتكم المهندس المعماري ليه المسمى بتاعه اللي هو اركتيكر، والمهندس المدني المسمى بتاعه هو السيفيليار. كان هذا ما لدينا في هذه الحلقة. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وأرجو أن أكون قد قدمت لحضراتكم معلومات قد تفيد الكثيرين من حضراتكم. كان معكم مهندس جمال رضوان، تحياتي لحضراتكم أينما كنتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.